ازيكم يا شباب، واهلا بيكم في حلقه جديده من حلقاتنا. والنهارده ان شاء الله جوله ممتعه جدا في اشهر سوق لقطع غيار الاجهزه المنزليه. كل حاجه ان شاء الله هتلاقيها: غسالات، ثلاجات، بوتاجازات. اصغر مسمار في الغساله او الثلاجه او البوتاجاز والمكنسه السخان هتلاقيه في السوق دوت. يلا بينا جوله ممتعه، وان شاء الله الحلقه تكون ممتعه، ويلا بينا نتفرج. اكبر تجمع ممكن تلاقيه لقطع غيار في مكان واحد زي ما انتم شايفين. وزي ما قلت في اول حلقة، ان شاء الله في المكان ده هتلاقي اصغر مسمار واصغر حاجة في الاجهزة المنزلية اللي انت بتدور عليها. طبعا زي ما احنا شايفين كمية قطع غيار، بوتاجازات، سخانات. ادي زي ما احنا شايفين كده معانا السيور بتاعة الغسالات باشكالها. دي سربنتين التلاجة اللي بتبقى ورا، ويركب فيها الكمبريسور بتاع التلاجة. هنا الادراج بتاعة التلاجة. طبعا هتلاقي جميع الادراج اللي انت عايزها للتلاجات. هنا برضو عيون البوتاجاز. هنا زي ما احنا شايفين الشعلات اللي انت بتستخدمها في المحلات والكلام ده كله. هنا مواتير الغسالات الهافماتيك والغسالات اليدوي. هنا زي ما احنا شايفين جميع انواع المواسير والعزل بتاع البوتاجازات. عايز تشتري اللي هو البوتاجاز المحمول او الشعلة دوت، هتلاقيه هنا برضو زي ما احنا شايفين جميع انواع عيون البوتاجازات، الشعلات. كل حاجة هتلاقيها، المواسير، الكواع اللي جوه الفرن، كل حاجة هتلاقيها بالظبط. دي طبعا المداخن. لو انت عايز تعمل مدخنة للسخان عندك في البيت، لو انت محل وعايز تعمل مدخنة للمحل، هتلاقي كل حاجة زي ما احنا شايفين. دي برضو المواسير الداخلية جوه الفران، تقدر تعمل تحويلة. طبعا في برضو كمان بيتباع كل الأجهزة المنزلية اللي انت عايزها، هتلاقيها. عايز تشتري طبعا خلاطات، تشتري تلاجات، تشتري حاجات مستعملة على فكرة، هتلاقي برضو حتى الحاجات المستعملة هتلاقيها. طبعا هنا برضو دي المواسير اللي بتبقى جوه الفرن. عايز تغير الماسورة دي ممكن كمان، لو عايز تغير شكل الماسورة اللي جوه الفرن، بحيث ان في بعض الناس ما بتحبش طبعا الشكل اللي هو الفرن الجديدة دي اللي بيبقى فيها زي حتة كده مسطحة، ممكن تغيرها. هتلاقي قطع غيار زي ما انت عايز، كل الاشكال والاحجام والانواع. دي طبعا جوه الفرن بيبقى فيه حاجة كده زي الصاجة كده تسحبها. وطبعا هنا الحلة الداخلية للغسالات الفول اوتوماتيك، تشتريها طبعا جديدة مستعملة مفيش. لو عايز تجيب الحلة الداخلية دي، طبعا اجزاء المراوح، قلب المروحة، وهتلاقي برضو مواتير المروحة نفسها موجودة. كل شيء في مكان واحد، بحيث ان انت مش هتخرج من المكان ده الا لما تلاقي. دي برضو البادي بتاع الخلاط، يعني ممكن تعمل خلاط وانت واقف. هتلاقي كل حاجة. دي طبعا بتاعة الكتل، هتلاقي الحتة بتاعة الكتل هي الحمرا دي، القاعدة بتاعة الكتل. لو كتل باظ، شفاشق الخلاطات طبعا بأشكالها وأحجامها وأنواعها. وفي نفس الوقت هتلاقي غير الشفشق بتاع الخلاط، هتلاقي البادي نفسه. يعني ممكن تجيب الموتور وتجيب البادي وتجيب الزراير بتاعة الخلاط، وتجيب كل حاجة في الخلاط، وتبدأ تعمل الخلاط وانت واقف في نفس المكان. دي طبعا الرقبة بتاعة المراوح، الستاند. هنا برضو جميع الأجزاء البسيطة للشفاطات والكلام ده كله. دي رقبة المروحة، الستاند اللي تحت ديت. هتلاقي برضو الزراير بتاعتها. هنا برضو الاويسيلات او الكاوتشات دي برضو اللي بتاعت المكانس اهي. قلب المكنسه اللي هو الكيس اللي جوه المكنسه، لو باظ منك تيجي تشتري من هنا. زي ما احنا شايفين جوه الخلاطات بيبقى في حاجات كده. هو طبعا في ريش المراوح باشكالها وانواعها. السخانات اللي هي بتاعت الشركات وكده هتلاقيها هنا برضو. لو حد عايز يعمل شعلة في محل ولا حاجة، خراطيم الغاز، هتلاقي طبعا تنوع مش ممكن في مكان واحد. بحيث ان انت هتنزل المكان ده هتجيب كل اللي انت عايزه وتنقي وتشوف. هتلاقي طبعا اسعار كتيرة جدا. كلم يعني، لف وشوف، وهتلاقي اسعار متنوعة. اختار اللي انت عايزه وهتلاقي كل اللي انت عايزه موجود. وفي كمان في يعني اماكن فيها بيعملوا ثلاجات كاملة. يعني مش لو انت عايز تعمل الثلاجات اللي هي بتتحط زي سبيل وكده، برضو هتلاقي نفس الموضوع زي ما احنا شايفين. برضو كل حاجة على الأجهزة المنزلية هتلاقيها في مكان واحد. وفي هنا كمان حاجة كويسة جدا: لو قلب السخان الكهرباء نفسه، اللي هو التانك الداخلي اللي معزول ده، لو باظ بتشتري تانك عادي مفيش مشاكل. هوريه لكم برضو دلوقتي. طبعا هنا السخانات كلها بأشكالها وأنواعها، بتاع القهوة والكبير والصغير.
اللي هو السخان بتاع زمان ده. هنا طبعا كل الراليهات اللي جوه الغسالات والمكانس، هتلاقي برضو كل الراليهات بتاعتها. وهنا ده الغطا بتاع المروحة اللي تحت دوت، اللي هو بتاع المروحة، الريشة اللي في النص ده بيتربط. طبعا في أجزاء هنا برضو السلك بتاع الكورد بتاع المكوى. جميع أنواع التروس والحاجات اللي بتركب جوه الأجهزة الكهربائية. ده طبعا اللي بيركب في الشفاط اللي هو بتشده، ده اللي بيركب جوه السخان الكاتل. لو بحيث لو باظ الجزء اللي بيلمس الكهرباء ده، تقدر تشتري الجزء بس وتركبه، بحيث ان انت ما تشتريش ما تقدر القعده لو باظت ما تقولش ده الكاتل كله باظ. هنا ده الكاوتشات اللي بتاعه الغسالات الفول اوتوماتيك. دي الكاوتشات طبعا اللي جوه الغسالات الفول اوتوماتيك. هنا برضو دي الشعلات بتاعه لو عايز تستخدم في محل ولا حاجه. ده طبعا المواسير بتاعه الغسالات، مواسير الصرف. هنا دي المشتركات طبعا برضو باشكالها وانواعها، هتلاقي حاجات كتير. وهنا هتلاقي اجزاء للشفاطات اهو، والمراوح السقف. تنوع كبير جدا الشارع بصراحة. للناس اللي بتحب الأدوات المنزلية والحاجات دي، حاجة بصراحة جميلة جدا. وهتخش الشارع، طبعا احنا المكان ده كله شارع كلود بيك. هتلاقي طبعا قطع غيار، هتلاقي أجهزة، هتلاقي عدد، كل حاجة انت عايزها. طبعا زي ما احنا قلنا كده، السخانات بأشكالها وأنواعها، والغطيان بتاعت الوشوش المراوح. ده طبعا الثلاجات القديمة اللي شغالة بالفريزر. ده الفريزر لو عايز تشتريه. طبعا جميع انواع الهالاتي، هتلاقي الهالاتي بانواعها واشكالها الكبير والصغير. جميع العدد والالات والاجهزه والحاجات اللي بتركب مثلا في العفش، هي من تحت اللي هي الكاوتشات اللي بتركب. طبعا المفاتيح باشكالها وانواعها، الابازيم اللي هو البلاستيك ديت، اللزق. طبعا كل حاجة هتلاقيها في مكان واحد، مش هتخرج من المكان ده غير وانت ان شاء الله جايب حاجة. من كتر ما المكان مليان وفيه بصراحة تنوع كبير جدا، وتقدر طبعا تشتري براحتك، مفيش أي مشاكل. زي ما احنا شايفين اللقمة هي بتاعت الصواميل والكلام ده كله. طبعا اللقم دي انت بتتكلم في حاجة الواحدة ب7 جنيه، ب10 جنيه، غير طبعا ما تشتري طقم كامل. او غير مثلا ما تبقى واحدة ضاعت منك عايز حاجة، فتقدر ان انت تشتري واحدة او اتنين زي ما انت عايز. دي اللي زي ما احنا قلنا كده، الكعوب اللي بتركب في السلالم، والعجل بتاع الشنط اللي هو بيتجر دوت، والايدين بتاعت الازاميل والكلام ده كله. برضو اللي هو زي ما قلنا الهلاتي، هتلاقي تنوع كبير جدا واشكال وانواع. ده اللي بيركب في بتاع الكاتل، الجزء اللي بيلمس الكهرباء. تقدر برضو ان انت تشتري، مفيش اي مشاكل. وبدل ما تغير كل القعدة، طبعا جميع اشكال البنس والاقفال فده يعتبر زي كده ايه الحديقة بتاعت الناس اللي بتحب العدد. ده طبعا ريش المراوح باشكالها وانواعها، هتلاقي طبعا تنوع كبير جدا. ده الريشة الخلاط اللي هي السلاح بتاع الخلاط، هتلاقيه طبعا، هتلاقي فيه انابيب صغيرة وكبيرة. زي ما قلنا برضو الشعلات اللي يستخدموها المحلات اللي هي بتاعت الطبخ والكشري والكلام ده كله، هتلاقي برضو كمية كبيرة جدا. براحتك بقى، نوع الخراطيم الغاز، هتلاقي الانابيب بتاعت الغاز، العدد، مفيش اي مشاكل في الموضوع ان شاء الله. شارع مسلي جدا. ده الكور اهو، اللقم بتاعت الكور ولا البنط بتاعت الكور. هنا برضو الخراطيم بتاعت ده الكواع اللي بتركب في المراوح، في رقبة المروحة عشان تحركها فوق وتحت المروحة المكتب. ده بقى اللي انا بقول لكم عليه، اللي هو التانك بتاع السخان الكهرباء. لو التانك اللي عندك سرب، بتشيل التانك القديم وتقدر تركب التانك الجديد. ده طبعا الغطيان بتاعت الكولمان باشكالها وانواعها، هتلاقي تنوع منها كتير. طبعا الاعداد بتاعت الكتل، ده غطيان كولمان تاني. هنا دي زي ما قلنا القاعده بتاعت المروحه دي، طبعا وش المروحه اللي بيركب عليه الريشه. هنا طبعا حنفيات الكولمان باشكالها وانواعها، جميع حنفيات الكولمان. زراير الخلاط اهي الحمراء والخضراء دي. طبعا دي برضو الريش بتاعت المراوح. هناك بقى اللي هتلاقي العيون بتاعت البوتاجازات المحموله دي كتيرة قوي. هنا طبعا في اماكن السربنتينات بتاعت الثلاجات اللي هي بتبقى راكبه في الفريزر وفي الثلاجات الجديده. هتلاقي طبعا السربنتينة بتاعتها، بحيث ان انت لو باظت ولا حاجة ولا سربت غاز، بتجيب واحدة وتركبها. وطبعا هتلاقي عدادات القياس برضو، خراطيم الغاز هي برضو هتلاقيها بتنوع كبير جدا. وهنا طبعا زي ما احنا شايفين اللي هي الحامل بتاع اللي بيركب على البوتاجاز دوت. هتلاقي برضو قطع الغيار
بتاعتها، ودي اللي انا بقول لكم عليها اللي هي زراير الخلاط اهي، بحيث لو الزراير بايظه بتجيب زراير تانية. طبعا هتلاقي كل انواع العدد، وهتلاقي لو عايز تشتري قطع غيار السخانات، الماء، كل حاجه. طبعا لو عايز البادي بتاع الغسال فول اوتوماتيك برضو هتلاقيه.